الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم أهلي وناس الطيبين؟ يا رب كلكم بخير صحة وسلامة وعافية. وتعالوا اليوم ويانا بروتين يوم الخميس، وإن شاء الله ينال إعجابكم حبايبي. بإنما اليوم خميس قلت أحب شوية نسوي آه، ريوق عراقي. هو إحنا ريوقنا العراقي كالعادة اللي هو الدبس وراشي والخامة والبيض والخاثر. العشاق الخاثر العرب، ومن عشاق الخاثر المعلبات. احنا اكثر شي نحب الخاثر العرب. وهنا سويت الشاي وريوقنا، والحمد لله هذا كان ريوق كلش متواضع، والحمد لله اللهم زيد النعمة علينا وعليكم حبايبي. وخلصنا الريوق وبدينا نسوي تحضيرات السفرة مالت زمونة. كان عندهم سفرة مدرسية وسويت لها الدولمة، وهي همينة سوت كيك. هاي بالطاوة سوته، وحبت يعني شوف صديقاتها شغل ايدها. وهنا مسوية الرمان، وهاي السفرة سفري وهيج شغلات محضرتهن. واحنا سوينا الغدا وتغدينا، والألف ألف عافية علينا والحمد لله يا ربي. وهذا توجهت أني ما دام قلت خليت هي تروح للمدرسة، أني رحت لبيت أهلي وسويت العشاء. كان العشاء بتيتة وتمن، لأن أهلي تنقول أخوتي عشاق التمن، لو تخلي لهم روح رواح ما يحبون غير بس التمن. وهم يعني لو تجيبي لهم أكل أي أكلة لازم وياها التمن. وهنا أمي قلت لها أنا توني حمستهم، قالت ما يخاف خلي أشوف، وحطيت عليهم ملح. وهذا راح أخذ لكم هم جولة بمطبخ أمي، لأن من راحت أم عليوي بقت هي راعية البيت صاحبة المطبخ. وما شاء الله شوف الترتيب مالتها والتعزيل. هنا كان عندها يعني شغلات يعني بالمطبخ. أنا هم عدلتهم ورتبتهم ورا ما أخلص العشاء. وهنا حضرت المواعين، لأن يعني ما ياكلون بالبلم، وهاي شغلات ما يعترفون بهذا الماعون. هيك يعني ياكلونه تمتوعة. فيعني هم يحبون يعني هيك هم يبرد، وهم يحبون يعني التمن ياكلوه بدون خبز. فهنا آه، ننتظر أخويا أبو شكرين ما يرجع من السوق حتى يصب لهم العشاء. فقلت بأنما الماي يرجع أخوي، أنا هم هيك أخذ لكم جولة صغيرونة بالمطبخ. هي هاي أنا بعد ما مرتبتها، هذا تعديل أمي بعد على تعديلها. تعرفون يعني خطية مرة كبيرة، وأختي بالكلية ما يعني كل خميس تجي الجمعة والسبت الأحد تروح. فأني يعني هي من عندها يكون شغل يعني هواية تدز علي، مثل الخبز أو الكبة وهاي شغلات نروح نساعدها بيها. وهذا المطبخ إن شاء الله أكو له تغيير قبل رمضان راح أغيره لها، لأن قلت لها ما يبقى هيك يعني. عندها الكاونتر شوية البوب هم سولكة يعني، هم راح نغيرهم. وهنا صبيت العشاء الهم وللجهال همينة جهالي علينا، وهم هم تعشوا وألف عافية عليهم وسهمكم العافية حبايبي. وما أنسى وأقول يا أهلا وسهلا باللي انضم بقناتي. وحبايب قلبي لا تنسوني باللايك، اللايك هو يصعد مستوى القناة. الفيديو مال قبل هذا اللي نزلته كان غير مدرج. آه، ما أعرف هو لا العفو يعني ما بي أي إقنية، بس كان عليه حقوق النشر. فقلت خاف يأذي القناة ومسحته. وهم يعني ما أعرف ليش كان عليه حقوق النشر، فمسحته. قلت خاف يأذي القناة أو يضرها، فقلت غير مرة يعني أعيد المونتاج مالته. فهنا مثل ما تشوفون ورا ما تعشينا وكملنا عشاء، أكيد غسلت المواعين، أراد أن يطيحن مني المواعين فلحقت بيهم. وأكيد ورا ما تعشيت ببيت أهلي مسحت الكاونتر. هسه أشوفكم إياه نادي أغسل المواعين.
لأن أخوي هم عنده عربانة بباب البيت، يعني تانقول شلون كشك، آه، يبيع لفات. فهمين جاب المواعين مالته غسلتهم، وربي ينطيه الصحة والعافية ويرزقه ويفتحها بوجهه. وهنا مثل ما تشوفون يعني قصتنا ويا المواعين. والله أني ما أخاف من المواعين وأحب يعني أغسلهم، بس شنهي اللي تخليني أتعاجز من عندهم؟ التعزيل مالتهن. يعني أحب أغسل المواعين بس ما أحب أعزل المواعين. هاي اللي أني حتى بالبيت من أغسلهم أخلي زمن تعزلهم. وهنا غسلتهم قلت لها ماما أنا غسلتهم خلصت انتي كملي تعزيلهم. قالت ماشي أمي. هنا مثل ما تشوفون حبايبي كملت جلف المواعين، لأن ما صورت لكم الغسل مالهن والهاية. فقلت لا خلي هنا بس أغسلهن وأصور لكم بس الشطف مالتهن. وهاي آه الغسيل ببيت أهلي كان، وجولة صغيرونة بالمطبخ مالت أمي. وإن شاء الله هم راح أسوي لكم جولة كاملة ببيت أهلي. وهذا إذا حبيتوا أنتوا الجولة ببيت أهلي وتغييرها إن شاء الله راح يكون آه، قبل رمضان إن شاء الله. رم إن شاء الله يعود علينا وعليكم بخير وصحة وسلامة. وهنا كملت المواعين، شوفوا كومتهن. وهي يعني تعرف وين تخليهن. يعني تنقول مواعين أخويا بصفحة ومواعينهم بصفحة. فقلت أنت يوم كملي التعزيل مالتهم. وحبايبي اللي وصل لهنا لا ينسيني باللايك والتعليق الحلو. وأشكركم على التعليقات الحلوة. ويا ربي يدوم التواصل، ومع ألف سلامة حبايب قلبي.